شباحرة. انت اسمك علي دولار بدك تفضح حدا لانه صايره هيدي عم يفضحوا اصحابه. شو اسمك انت هيك ولا عم تفضح حدا؟ لا علي من بغداد. في بنت بعثت لي مريضة بعطيكي $500 بس جيبي بنت وقولي ان اخت محامي كذا. والله العظيم الله يقدرني على فعل الخير. اذا في محامي كذا في بنت عم تفتن عليك. مو كل انسان يشتغل بشغله انت ما تحبها معناها انسان سيء، مو مبرر لهذا العمل، لكن شفتوا الموقف شتان ما بين الثرى والثريا. انسانه ببساطه لكن عندها مبدأ، رفضت تحكي بكلمه لان هذه الكلمه راح تسقط عائله كامله. عرض عليها $500 رغم انه انا متاكد محتاج لهذا $500، لكن الانسان موقف، الانسان مبدأ بحياته، ورغم عمله هو يخلي في باله الضمير المراقب. إذا ما كان عنده دين، إذا ما كان عنده، فهو عنده مبدأ، عنده ضمير بداخله. تمام، هذا يحكمه. هذا الإنسان انعرض عليها $500 رغم أنه أنا متأكد محتاج لهذا $500، لكن هي رفضت أنه تسقط شخص وتقول أختك هنا يمي، أو حتى تشوف لها بنية وتقول ها أنا فلانة حتى أخت هذا المحامي، حتى يتسقط هذا المحامي، أو لأغراض ممكن تؤدي إلى كارثة. وهنا نتأكد مو كل إنسان شغله يبين قيمته، اللي يبين قيمته هو موقفه ويبين معدن الإنسان الحقيقي. رأيكم ليش بدنا نوصل إلى هذا المستوى من الانحدار الأخلاقي وتسقيط الناس بهذا الشكل وبهذه الكيفية؟ إلى أي مدى راح نوصل، وليش دائما بنزول وبدنا نشوف أشياء غريبة وترندات سخيفة ومن سيء إلى أسوأ دا يصير بالمجتمع، رغم إحنا بلاد الرافدين، إحنا اللي علمنا الناس على الكتابة والقراءة. ليش دا ننزل وننحدر للأسفل؟ شنو السبب في رأيكم؟ كتبونا رأيكم بالتعليقات.